السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. خدمة تقدم لأول مرة ومفاجأة للحكام. 4 أشياء جعلت المغرب تكتسح الكل وتستعد لأفضل إفريقيا عبر التاريخ. اكتسحت المغرب كل المنافسين الآخرين على تنظيم كأس إفريقيا 2025، وحصلت على هذا الشرف ب22 صوتا مقابل أصوات أقل للجزائر ونيجيريا مع البنين. كل شيء يحضر لتكون بطولة كان المغرب 2025 هي الأفضل عبر التاريخ. وفي هذا الفيديو سوف تتعرفون على 4 مفاجآت تحضرها المغرب لإبهار العالم. ملعب لكل منتخب. ما سمعته حقيقي. لأول مرة السلطات المغربية تنوي أن يكون لدى 24 منتخبا المشاركين في إفريقيا ملعبا مخصصا لهم، ومعسكرا تدريبيا منفصل به كل التجهيزات المطلوبة على غرار الدول المنظمة لبطولات كأس العالم. لا يبعد سوى عشرات الكيلومترات عن مقر إقامة هذا المنتخب، بل في بعض الأحيان سيكون ملعب التدريب ملاصقا لمقر الإقامة. ورغم زيادة عدد المنتخبات في البطولة، إلا أن المغرب بدأت بالفعل تشييد ملاعب التدريبات شاملة المرافق لكل منتخب مشارك في البطولة في تجربة تنتظرها قارة إفريقيا. ملعب خاص للحكام لأول مرة في بطولات إفريقيا أيضا، وفي فكرة فريدة من نوعها سوف تخصص المغرب ملعبا خاصا لتدريبات الحكام المشاركين في البطولة، وبدلا من استعانتهم عادة بملاعب تدريب المنتخبات للقيام بتدريباتهم، سوف يتم منحهم ملعبا خاصا بمرافق متطورة تضم كل ما يحتاجون إليه، وهو ما سيعزلهم تماما عن البعثات المشاركة ويبعدهم عن أي ضغوط محتملة. أساطير العالم. ملف المنتخب المغربي لتنظيم الكان احتوى على فكرة مميزة، وهي توجيه المغرب لدعوات لنجوم وأساطير أفارقة ومن أصول إفريقية من مختلف بلدان العالم. ستوجه لهم دعوات لحضور مباريات البطولة وإقامة فعاليات مصورة مع الجماهير، وإجراء حوارات للتعرف أكثر على كرة القدم الإفريقية وتقديمها بأفضل صورة ممكنة عن طريق هؤلاء النجوم. ملاعب بمواصفات عالمية. ثقة المغرب في فوزها بحق التنظيم والتفوق على المنافسين، وأن ما تقدمه من خدمات فريدة سيجعلها تتربع على القمة، جعلهم منذ فترة ينطلقون في العمل على تجهيز ملاعب بمواصفات عالمية. ففي العاصمة الرباط تم هدم ملعب مولاي عبد الله وإغلاقه منذ شهور لتجهيزه لكي ينافس ليكون الأفضل في قارة إفريقيا ككل. أرضية ميدان وغرف ملابس بأحدث المواصفات، ومدرجات جديدة كليا تحتوي على مرافق داخلية لا تقل عن أكبر ملاعب العالم. وإلى جانب الرباط هناك عمل بدأ ومستمر في أغلب المدن المغربية الكبرى لتجديد أو تشييد ملاعب جديدة ستفتتح خصيصا من أجل البطولة، بينما الملاعب الشهيرة والمعروفة سيتم العمل على تجديدها بأحدث المواصفات مثل مركب محمد الخامس وملعب فاس وطنجة وأكادير.